يعني مثال تاني، تخيل ان انا دلوقتي بكتب الموضوع العام بتاعي، بكتب في العلاقات، وعايز اكتب بقى في اتخصص في جزء في العلاقات، ان انا ايه يعني، او الفكره الرئيسيه اللي انا هكتب عنها في العلاقات ان انا تجنب العلاقات السامه. وبعدين بقى اثناء الريسيرش بتاعي او البحث بتاعي توصلت لاكتر من موضوع ممكن اكتب فيه. يعني ممكن اكتب في موضوع زي ازاي تختار شريك حياتك، ممكن اكتب موضوع ازاي تبقى اب جيد لاولادك، او موضوع الصفات بتاعت الشخص النرجسي. كلها بتندرج تحت الكاتيجوري او الموضوع بتاع العلاقات، لكن الفكرة الرئيسية بتاعتي هي تجنب العلاقات السلبية. فبرضو وقف الفيديو كده واكتب في الكومنتس تفتكر ايه من الثلاث افكار دي او من الثلاث مواضيع دي ممكن اكتبهم في الكتاب بتاعي ليؤيد فكرة تجنب العلاقات السامة او التوكسيك. برضو ممكن تكون خمنت صح، وممكن تكون محتاج فاين تيونينج، او تكون يعني فاضلك حاجة بسيطة وتوصل. يعني اول حاجة، لو انت مثلا هتكتب في موضوع ازاي تختار شريك حياتك، هل ده ممكن يعني يندرج تحت موضوع تجنب العلاقات السلبية او العلاقات السامة؟ اه اكيد ينفع، لان انت وانت بتختار شريك حياتك هتعرف بقى الصفات بتاعته، هو عنده صفات توكسيك ولا لا. طب الموضوع التاني، ازاي تبقى اب مثالي او اب جيد، هل ده يندرج تحت تجنب العلاقات التوكسيك؟ اعتقد ان هو يعني هيكون بعيد عنه ومش هيبقى متناسب مع موضوع الكتاب. فبالتالي اي حاجة انت شفتها في البحث بتاعك بتندرج تحت ازاي تبقى اب مثالي او ام مثالية مش هينفع في الكتاب بتاعنا. الموضوع التالت بقى اللي هو صفات الشخص النرجسي، هل ده يندرج تحت موضوع تجنب العلاقات السلبية؟ أو بالتأكيد ده ينفع، لأن لما تعرف صفات الشخص النرجسي اللي هو هيسبب لك علاقات سامة ممكن تتجنبها. فبالتالي الموضوع ده أو كل حاجة احنا لقيناها في البحث بتاعنا تندرج تحت الموضوع ده ينفع في الكتاب بتاعنا. فاحنا زي ما شفنا كده الفكرة الأساسية بتاعتنا اللي هي تجنب العلاقات السلبية هي اللي حددت لنا كده أو عملت زي الفلتر، نختار ايه المواضيع اللي نحطها في الكتاب بتاعنا وايه المواضيع اللي مش هتبقى متناسبة.